راح نسولف على الامتحان العربي والاسلاميه للثالث متوسط بالتفصيل، واكيد ننطي نصائح لهذا الامتحان. بس قبل لا نبدي انصحك ان تحمل هذا التطبيق حتى ينظم وقتك ويخلي دراستك افضل. نبدا بتقسيم الدرجات. الاسلاميه عليها 25 درجه متضمنه، السور عليها 10 درجات، المعاني 5 درجات، الاحاديث 5 درجات، والبقيه 5 درجات. اما العربي فعندك القواعد عليه 30 درجه، الادب 20 درجه، الانشاء 20 درجه، واخر شيء الاملاء عليه 5 درجات. خلينا نتفق انه اصعب شيء بهذا الامتحان هو القواعد، فخلينا نعوف على صفحه ونجي على الاشياء البقيه نعرف شلون ناخذ درجات من عندهن. نروح للاسلاميه، واترجاك لا تعتمد على المرشحات بالاسلاميه، لان عندك تقريبا 4 سور. الاسئله بهذا النمط اللي متعودين عليه انه يجيبوا لك صورتين وانت تختار واحده وتجاوبها. بس لو فرضا انه جبرك تجاوب صوره معينه وانت قارع على المرشحات واللي اجت ما موجوده بالمرشحات، هنا راح تخسر 10 درجات، وهاي 10 درجات صدقني حيل مهمه، لان القواعد حيل صعبه. فهي اصلا الاسلاميه خلوها بهذا الامتحان على مود تسهل لك الدرجات، فدرجات الاسلاميه درجه واحده ابد لا تفرط بها. نروح للاملاء، وهاي لازم 5 درجات بتجيب، لان هي بس همزه وصل همزه قطع والبقيه، فلازم تضمن 5 درجات. نروح هسه للانشاء اللي هو اخر شيء نحله بالامتحان، يعني مو تحله قبل القواعد ولا تحله قبل الادب، لا، حل هذن بالبدايه واخر شيء توجه للانشاء. بالنسبه للانشاء فالحد القياسي انك تكتب صفحتين، يعني هذا الدفتر الامتحان انت تكتبه بهاي الصفحه وتكتبه بهاي الصفحه، بس الافضل والاحسن انك تكتب ال3 صفحات. وها صح شغله جدا مهمه، من تكتب انشاء لا تكتب بخط كبير حتى تخلص بسرعه، لان المصحح صدقني راح يعرف انه انت مسوي هذا الشيء ويقلل درجتك. اكتب نفس ما تكتب دائما. وبالانشاء كل ما كثرت ايات قرانيه، احاديث، اقوال من الشعراء، درجتك راح تصعد. وضروري تستخدم مقدمة إنشاء وخاتمة إنشاء، موجودات هواي بالنت، بس تكتب مقدمة إنشاء أو خاتمة إنشاء وراح تحصلهن. نروح هسه للأدب. الأدب أنصحك إنك تحله بعد الإسلامية مباشرة، لأن تسلسل حلك للأسئلة خليه بهذا الشكل. حل بالبداية الإسلامية، لأن السور والأحاديث والمعاني احتمال تنساهن، لأن هذن أشياء درخية. من تكملهن روح للأدب. الأدب أيضا بقصائد، هذن القصائد احتمال تنساهن، فليش أقول لك حلهن ورا الإسلامية حتى هاي المعلومات ما تروح من بالك. وها مثل ما اتفقنا ابتعد عن المرشحات بخصوص القصائد، لأن مرات يقول لك ينطيك بيت ويقول لك كمله، أو ينطيك الشاعر يقول لك اكتب له قصيدته، أو ينطيك كلمات معينة ويقول لك رجع لي اياهن لأبياتهم. بالنسبة للقواعد فهي أكثر مادة أكرهها، لأن دائما أسئلتها تتغير. بس كنصيحة أنا شلون كنت أقرأ قواعد؟ كنت اقراها على ملزمه اسمها الاسئله الوزاريه للسنوات السابقه، يعني تشوف النمط مال الاسئله مال كل السنوات السابقه احتمال يتكرر. هي المواضيع المهمه بشكل عام واضحه، بس وين المشكله؟ انه مرات ما يجيب لك نفس الايات القرانيه، ولا يجيب لك نفس ابيات الشعر، ولا يجيب لك نفس كل شيء، دائما يغيرها. من يصير تغيير احتمال الطالب ما راح يعرف شلون يحلهن. لهذا السبب قلت لك شوف اسئله السنوات السابقه حتى تعرف تجاوب من ايات قرانيه، تجاوب من ابيات شعر، حتى النمط مال الاسئله ان شاء الله يتكرر. اذا لا سامح الله ما تكررت فعلى الاقل انت عرفت الحل النموذجي لهاي الاسئله، يعني شلون يصير الحل النموذجي، شلون صيغه الجواب مالتك. كل التوفيق ان شاء الله. لا تنسون تحملون هذا التطبيق. اشوفكم ان شاء الله في فيديو ثاني.